عاملين ايه؟ اخباركم ايه يا حبايبي؟ والله بحبكم قوي 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 قوي. بحبكم والله العظيم. انا لسه جايه من الشغل حالا دلوقتي، حالا لسه جايه من الشغل، فقلت اما ايه اما اطلع ابص على الطيور. كنت حاطه لهم اكل قبل ما امشي وقلت اما اطلع ابص على ايه؟ على الطيور. الحمد لله لقيتهم كويسين وحلوين، وهوريكم مفاجاه دلوقتي. مفاجاه بس خليكم معايا ان شاء الله. بس انا عايزه اخد البطاطين دول من هنا. البطه دي جناحها انكسر ولا ايه؟ جناحها انكسر ولا هي شكلها كده جناحها انكسر؟ انا هاخد البطاطين دول بس انا هشيلها بالراحه برضه، مش هسيبها، هشيلها بالراحه كده عشان اوديها فين؟ هوديها هناك مع الطيور التانيه. بصوا يا حبايبي، دي المفاجأة اللي بقول لكم عليها. الحمد لله انا جبت 3 رميات وذكر وديك، قصدي وديك يعني، والديك بتاعهم اهو. هش يلا، بس مش عارفه هو نايم ليه. الحمد لله انا جايباهم ده حلوين، ما فيهمش حاجه. عايزاه اكركر لكم بس مش عارفه مش راضي يكركر ليه، ده ما بيبطلش ابدا. بصوا يا جماعه، دي الرومي انا شارياه 4 والديك بتاعهم 3 رميات. الحمد لله انا جبتهم بقالهم اسبوع دلوقتي ولا 10 ايام، ولقيتهم باضوا. والله طالعه ده امبارح من على السطح لقيتهم باضوا. بص جيت عملت لهم بقى ايه امبارح، عملت لهم بقى الخونن دي. ايه رايكم يا جماعه؟ بعرف. بصوا عملت لهم 5 خونن، 5 خونن اهم. وعملت للبط رخر. انا عندي البط البادي اللي انا جبت واحده دلوقتي منه، عندي هجيب هنا 3 بطات معاهم والذكر بتاعهم برضو، عشان انا عامله بردك ل3 بطات اهمت، عامله لهم بردك خونن صغيره ليهم اهي. بصوا دي خونن صغيره للبط، الصغير دي بتاع البط، اما الكبير ده بتاع الرومي. مش عارفه انتوا شايفينه ولا لا، اهو الكبير ده بتاع الرومي. عامله جايبه الفصل ديت البلاستيك ديت ورصاها كده اهي، رصاها وحاطه جايبه لوح حطاه سده بيه، عشان لما الرومي يبيض البيض ما يطلعش بره بعيد عني. هروح اجيب لهم، هروح اجيب البط بقى احطه معاهم هنا. الذكر ده احطه بقى، الذكر جوه رخري هوديه هناك، هودي البطه ديت والبطه ديت هما اللي كبار على وش بيض ان شاء الله. هاخدهم اوديهم هناك. بصوا يا جماعه، ما تفكروش ان انا بشتغل يبقى انا مثلا ايه، يبقى انا مثلا ما بربيش طيور او بنضف بيتي او الكلام ده كله. الحمد لله الحمد لله والشكر لله، انا بشتغل بس بربي احلى طيور وبربي احلى فراخ وبعمل احلى اكل لاولادي. الحمد لله مش بهمن في اي حاجه، الحمد لله. ده حياتي. ودي بص دي طيوري، ودي حاجتي قدامكم اهي اهي، حاجتي قدامكم على الطبيعه، ما بخبيش حاجه عليكم خالص. الحمد لله انا ما بخبيش حاجه عليكم. هروح اودي الذكر ده واخد كمان بطاطين اوديهم هناك وارجع لكم تاني. ودي كده يا حبايبي اهمت. انا كده خلصت، نقلت البط اللي على وش بيض نقلته مع الرومي. البط اللي على وش بيض نقلت 4 بطات والذكر نقلتهم هنا عشان ايه، هما بقى دول اللي على وش بيض يبيضوا مع بعضهم ويبقوا ايه، وربنا يكرمهم مع بعض. دي اوضه انا عاملاها لهم لها مخصوص، اوضه زي الحضانه كده، حضانه عاملاها لهم مخصوص عشان للبيض بس. الاوضه ديت للبيض بس فقط لا غير، عشان طبعا ما ياكلوش فيها ويوسخوا الدنيا فيها. كده انا خلصت هنا خلاص. ادعوا لنا يا جماعه بالتوفيق وربنا يكرمني فيهم ان شاء الله باذن الله. ربنا يكرمني في البطتين دمت ان شاء الله باذن الله، باذن الله يا جماعه. ادي انا كده خلاص خلصت، وببص كده وبتابع مع الفراخ بتاعتي وبتابع مع الحمام بتاعي ان شاء الله. الحمد لله كلمت عليه، لان انا بقى كده ايه دلوقتي احنا خلاص قربنا على العصر، ما بطلعلهوش بقى الا بكره بقى ان شاء الله. بعد ما بصلي الفجر باذن الله بطلع ابص عليها. يعني لما بطلع شغلي باجي ابص على الطيور الاول واطمن عليها، وبعد ما اجي من شغلي باجي تاني ابص عليها. فيا رب كده يا جماعه ان شاء الله باذن الله يكون طيور عجبتكم والحمام بتاعي عجبكم، وتكون سلوى ام محمد كمان عجباكم، ويكون الفيديو يا رب كده دمه خفيف وظريف على قلبكم، وما تملوش مني ولا تزهقوا. وعايزه منكم احلى لايك وتشتركوا في